لا يتلبسهم الجن، مستحيل السبع، لأنهم محفوظون من رب العالمين. شوف العين ما هي؟ تلقى الشقيق، ضباب بالعين يأتي ويذهب. تلقى الخلع، القولون العصبي، الوسواس القهري، الخوف، القلق، حب البكاء. إذا لقيت هذوما أعرف بلي أنت إنسان محسود، اجي على روحك. والنبي صلى الله عليه وسلم وصاكم: أدي أعطيتكم الأعراض ولكن أعطيكم الوصية، من لم يجد في نفسه عينا فليتبع نبيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: إذا خفت على شيء من العين فقل بسم الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن كانت نيتك صادقة لله والله لن تصيبك عين، وحتى وإن أتى إبليس. لا اللي عنده الأمور ذي اعلم أن بك عينا وأن الشيطان يسكن رأسك وهو المتحكم فيك. والعين قلت لكم العين قبران. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين ذي، العين ما هي؟ العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. والقبر ما هو القبر؟ ليس كما تتخيلون قبر الآخرة، لا، هناك قبر في الدنيا، هناك أناس تجده ميتا وهو حي. هذه الأمراض، هذه الخلعادية والآخر، أو قبر الدنيا لا يشعر بالدنيا ولا يعني يحس بها، ما عندهاش طعم. نخرجها أنا العين، خلاص أنا نخرجها، لابد من نحر هذا الشيطان في الرأس، لابد باش نحيه، لابد. نعم، غير أن العرب والشيطان ما يفعل بالغرب فهم في يده، فهم في يده ما يفعل بهم. إنه يذهب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم يضلهم عن سواء السبيل. أما قضية السحر، السحر ما هو؟ تجد تنسل الشعر، الحاجة الأولى تنسل الشعر، الثانية سواد في الوجه، وتحت العين تلقى العين من هنا سوداء، هذه سوداء، هذه البلاصة هذه شفت تحت العين سوداء. ثانية أحلام جنسية مع المحارم، علامات زرقاء في الساقين، الشعور بأن هناك من يتبعك، وألم بالمعدة حاد، ألم بالكتفين، بالبطن، بالصدر، بالرحم، بالفخذ.